عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مروه السماني ودي قناة من الصعيد. ايه اللي في وشكم دواتي؟ انا حطيت في الطاسة معلقتين سمن كبار، ودي عجوة يا حبايبي، بلح عجوة. طبعا المرة اللي فاتت انا حطيت الاول البلح. طبعا يا حبايبي المرة اللي فاتت انا حطيت البيض الاول وجليته، وبعد كده حطيت على العجوة. لكن عيالي شافوا البيض مع العجوة قالوا لي لا يا ماما احنا عايزين ناكل عجوة بس من غير ايه، من غير بيض. فاحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعجك العجوة في السمن ونخليها تتقدح شوية ونقلبها يا حبايبي. ومعانا برضو هنا بيضتين هنحطهم بس بطريقة مختلفة بحيث ان هي ما تبانش في الوصفة. بصوا يا حبايبي، فضلت اقلب فيها لحد ما بص شكل العجوة بقى عامل زي ايه، بقى متماسك زي ما يكون عجينة. انا طبعا قلبت فيها حبة مع السمنة، والسمنة طبعا بتساعد، السمنة او زبدة يا حبايبي، ما ينفعش زيت في الوصفة دي. السمنة او الزبدة يا حبايبي بتساعد ان البلح العجوة يمسك في بعضيه كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هنفسح بس كده. حطيت معلقة سمنة يا حبايبي، بسم الله، وهسيبها تسيح. وهنزل عليها يا حبايبي بالبيضتين، بسم الله، وهقلبها. طبعا يا حبايبي اطفالنا بيحبوا الاكل بتاع بره، والاكل بتاع بره مش مفيد، لا احنا نعمل لهم بتاع البيض بس بشكل مختلف وبطعم مختلف. بصوا يا حبايبي انا بقلب فيها اهويتي، بسم الله ما شاء الله. بصوا مش عارفه اقلب مش عارفه اقلب وانا بعمل، بس بصوا يا حبايبي انا بحاول ان انا اعجك العجوه مع البيض. ورجعت لكم يا حبايبي، بص انا عجكتها وبسم الله ما شاء الله هي طلعت بالشكل دواتي، بسم الله ما شاء الله. كميه كبيره يا حبايبي من البيض مش باينه، واللي باين مش باين يعني مش هيعرفوه قوي. طبعا لازم نغذي اطفالنا، هما داخلين على مدارس وبسم الله ما شاء الله لازم ياكلوا ويتغذوا، والعجوه بالبيض افيد حاجه. المهم يا حبايبي ان احنا نوكلهم بطريقه صحيه، ودياتي العجوه هتديهم طاقه.